زملكاوي جميل. يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك، فيديو جديد على قناتكم قناة الكرة الزمالك. معكم سامي حسن، ونبدأ فيديو النهارده اللي بنتكلم فيه عن اللاعب حامد حمدان، لاعب نادي بتروجيت اللي الزمالك كان عايزه. اللاعب اللي بيلعب في نص الملعب، بيلعب في مركز 6 و8. الزمالك كان عايز اللاعب وتقدم لبتروجيت بعرض رسمي في البدايات. بتروجيت كان وافق على ان هو ما عندوش اي مانع ان يدي اللاعب للزمالك، بس الزمالك يقدم عرض مناسب لنادي بتروجيت. كانت الصفقة ماشية في طريقها للشيء الكويس، وكان ممكن اللاعب يجي الزمالك. فجأة بدون سابق انذار بصينا لقينا طلع على الساحة حاجات كتير. أول حاجة، لا ده اللاعب جاله عروض كتيرة، جاله عروض محلية من أندية مصرية، وكمان جاله عرض خليجي من فريق قطر. وفجأة بدون سابق انذار لقينا إدارة بتروجيت ابتدت تقول لا، احنا ممكن مش هنبيع اللاعب للزمالك، لان بصراحة المنافسة الموسم القادم هتكون منافسة قوية ومنافسة شرسة، فاحنا لازم نحافظ على القوام الاساسي لفريقنا. طب يا جماعة، انتوا في بداية الكلام قلتوا ان انتوا موافقين على بيع اللاعب للزمالك، بس الزمالك يقدم عرض كويس. دلوقتي لا، بتقولوا لا، في منافسة شرسة واللاعب جاي له عروض من محلية وعروض قطرية. طب يا جماعة، هو انتوا يعني فجأة لقيتوا الموضوع دوت، يعني انتوا اتفاجئتوا وبصينا لقينا نادي بتروجيت عمل بيان رسمي وبعدها بيان تاني. البيان الرسمي الاولاني كان فيه كلام مش مظبوط من نادي بتروجيت، وابتدوا يحاولوا يعدلوا البيان التاني، البيان الاولاني ببيان تاني، والدنيا اتلخبطت. تحس ان كان عليهم ضغوط من انديه معينه ان اللاعب ما يروحش الزمالك. فده الصورة العامة للي احنا بنقوله، وهنبدأ نتكلم عن الفيديو بتاعنا النهاردة بعد المقدمة. معلش يا جماعة المقدمة طويلة، بس احنا هنتكلم عشان نجيب ايه الموضوع كله على بعضه. أول حاجة يا جماعة هنتكلم عن اللاعب حامد حمدان. حامد حمدان لاعب وسط دفاعي من نادي بتروجيت، عمره 24 سنة. لعب الموسم اللي فات 28 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 4. عنده قدرات بدنية وفنية ممتازة، بيلعب في مركز 6 وأحيانا بيلعب في مركز 8. طيب يا جماعة، ليه الزمالك محتاج حامد حمدان؟ طبعا نادي الزمالك محتاج لاعب في نص الملعب مركز 6 يكون قوي جدا، وطبعا اللاعب ده بيلعب في مركز 6. الزمالك كان عنده في مركز 6 مفيش إلا لاعب واحد من وجهة نظر اللي هو نبيل عماد دونجا، لأن محمد السيد بيلعب مركز 8 ومحمد شحاتة برضك بيلعب مركز 8. فطبعا نبيل عماد دونجا هو اللاعب الوحيد المتاح. الزمالك كان عايز لاعب قوي مع نبيل عماد دونجا، وخصوصا لو الزمالك هيمشي نبيل عماد دونجا. انما لو استنى فطبعا محتاج لاعب قوي في نفس المركز عشان الزمالك يأمن نفسه في المركز دوت. كمان خطة اللعب اللي احنا فيريرا هيلعب بيها ان هو محتاج نص ملعب يكون قوي عشان يساهم في الدفاع ويساهم في الهجوم. وطبعا نادي الزمالك نفسه كان يجيب اللاعب دوت علشان يقوي بيه نص الملعب. اللاعب بيلعب في مركز 6 هيفيد نادي الزمالك وهيقوي نص ملعبه. نيجي بقى يا جماعة لرغبة اللاعب حامد حمدان. حامد حمدان لاعب بيحب نادي الزمالك وزملكاوي بطبعه، وكمان بالنسبة لعيلته كلها زملكاوية. فطبعا حلمهم ان هو يروح نادي كبير زي نادي الزمالك، وطبعا نادي الزمالك نادي كبير. حامد حمدان قال لإدارة بتروجيت إن هو مش قادر يأدي في الفترة اللي جاية، لأنه بصراحة جاله عرض من نادي الزمالك، وخصوصا على ما أعتقد إن حامد حمدان يتبقى له في عقده موسم واحد مع بتروجيت، فطبعا ممكن يمضي على ما أعتقد في يناير اللي جاي. فطبعا قال لإدارة بتروجيت وقال الكابتن السيد عيد إن هو مش هيأدي كويس، مش لشيء لناحية نفسية عنده إن هو نفسه يروح نادي الزمالك، وطبعا ما يقفوش في سبيل مصلحته لأنه مش قادر يدي أكتر من كده. طبعا اللاعب من الناحية النفسية لو ما عندوش الرغبة والدافع وحس بضغوط مش هيدي لك كويس في الملعب. فطبعا حامد حمدان التزم وقال لإدارة بتروجيت إن مش هيوافق لأي نادي يجيله أي عرض إلا من نادي الزمالك في مصر أو خارج مصر.
فطبعا دي كانت حاجة إيجابية من حامد حمدان إن هو عايز نادي الزمالك، وطبعا نادي الزمالك أكيد عايزه. طب يا جماعة نيجي الموضوع الناس بتتكلم عليه كتير، بتقول هل الأهلي اتدخل في الصفقة أو حاول يعطل الصفقة على نادي الزمالك؟ معرفش بصراحة، بس طبعا بحكم المنافسة الأهلي بصراحة دي عادة عنده موجودة، إن هو بيلاقي لو لقى عندك لاعب مميز بيحاول هو ياخد اللاعب بطريقة بقى شرعية مش شرعية، هو يعمل له كوبري، يطلعه إعارة، يخليك أصلا مش عايز تكمل في النادي فبياخد اللاعب فري. يعني هو سيستم الأهلي تملي إن هو بيحاول يقوي فرقته باللعيبة الأقوياء بأي وسيلة بقى، ما بيفكرش إذا كانت وسيلة ملتوية مش ملتوية، المهم إن هو يقوي فرقته. والدليل على كده لعيبة كتير، عشان برضك ما فيش واحد يجي يطلع ويقول لك إيه هو مين يعني، هو الأهلي بياخد اللعيبة غصب عن الزمالك؟ لا، هو الأهلي بيعمل حركات كده بحيث إن هو يخلي اللاعب ينتقل من الزمالك يروح الأهلي، يا إما عن طريق كوبري، يا إما اللاعب ما يجددش عقده. فطبعا هتقول لي ده زي مين يعني؟ أديك أمثلة مثلا زي لاعب زي كهربا. كهربا كان لاعب في الزمالك وكان على فكرة نجم في نادي الزمالك، وكان على فكرة بيتحط هو أول لاعب في الفرقة. يعني لو اللي متابع نادي الزمالك من فترة، كهربا كان أول لاعب بيتحط قبل ما يحط حارس المرمى كمان. فطبعا كان كهربا كذا 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 لحد ما كهربا مشي وجابوه هم تاني، وبعدين هم جابوه ما لعبوهوش أساسا. ده لاعب. في لاعب تاني اللي هو القندوسي، القندوسي اللي كان لاعب جزائري الزمالك أول من فوضه. طبعا الاهلي شاف اللاعب لا دخل في الصفقه، المهم طيروا من نادي الزمالك وخده هو. وبعدين اي حد يتوقع ان اللاعب ده هيجي يلعب في الاهلي؟ لا، ما لعبش في الاهلي، الاهلي راح عايره على طول موديه على نادي تاني. وطبعا في الاول والاخر لا لعب ولا حتى 5 دقايق في الاهلي، ما لعبش اساسا، وراح سيراميكا وبعد كده اتكل على الله وودوه نادي اوروبي دلوقتي. ومن تاني امام عاشور. طبعا امام عاشور طبعا لا مش هيكمل مع الزمالك، راح بنادي تاني الاهلي خده بعد كده. زيزو طبعا مش هيجدد للزمالك، لا هيجدد يعني امثله كتيره ان هو مش عايزك تجيب صفقات. انا شايف كده، معرفش ناس تختلف معايا وتقول لي لا الاهلي مش، لا هو هي دي ماشيه على كده. ده حاجه. الحاجه التانيه لما نيجي نتكلم واحد زي حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف قال إن الأهلاوية دخلوا فعليا وبدأوا يتواصلوا مع إدارة بتروجيت لتحقيق هدف واحد، إن هو تعطيل الصفقة لصالح الزمالك. الأهلي ما قدمش عرض رسمي ولا أي حاجة لحد دلوقتي، لكن إدارة بتروجيت كلام اللي جالها خلى إن الإدارة تتأنى شوية وتبحث عن أندية تانية زي قطر القطر. الكابتن طارق يحيى بردك نجم الزمالك السابق أكد إن الأهلي استغل علاقاته الجيدة بالمسؤولين في بتروجيت للتأثير على قرارهم، وده كان سبب رئيسي في تأجيل الصفقة. دول يعني من نادي الزمالك وقريبين من الموضوع، فقال لك بردك نفس الكلام اللي هو جاي في دماغي إن هي الأمور ماشية كده. فطبعا الوضع شكله ماشي في السكة دي، والله أعلم يعني. يا جماعة الصفقة هي خلصت على كده؟ لا، هي لا خلصت ولا كملت. إدارة بتروجيت كان الزمالك بتفاوض امبارح، قعدوا حوالي 4 5 ساعات وفي الآخر ما وصلوش لحاجة. إدارة بتروجيت بتقول لك لا إحنا عايزين عرض مالي كامل للاعب، مفيش صفقات تبادلية ولا كلام من ده. إحنا مش يعني مش هندخل اللاعب في لعيبة من الزمالك، لا إحنا عايزين مبلغ وعايزين لعيبة برضك من نادي الزمالك ندخلها في الصفقة، بس مش تبادل. يعني إيه الزمالك ياخدوا؟ يعني هم عايزين ياخدوا من الزمالك مبلغ مالي في اللاعب خلصانة، وفي نفس الوقت عايزين كمان 2 لعيبة على ما أعتقد، سواء إعارات أو بيع نهائي يعني. فطبعا الأمور وقفت عند كده والزمالك ما كملش التفاوض، إلا إن في خلال يعني ال 48 ساعة اللي جايين دول على حسب الكلام ما بيتقال إن الزمالك هيعقد جلسة مفاوضات تانية مع بتروجيت، يمكن يقربوا وجهات النظر مع الإدارة في الصفقة. وده يا جماعة كان فيديو عن اللاعب حامد حمدان، صفقة الزمالك المنتظرة ان شاء الله يجي نادي الزمالك. واحنا اتكلمنا عن اللاعب ومركزه واداؤه الفني، وكمان اتكلمنا عن المفاوضات ما بين الزمالك وبتروجيت والتوقعات والصفقة وقفت ليه.
يا رب نكون وضحنا الصورة كاملة، ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.